عاملين ايه؟ كويسين؟ انا قلت ليه انتوا ما بتردوش؟ طبعا شكلكم كنتوا بتردوا وانا اللي ظلمتكم. انت اكتر واحد صوتك كان باين. هنضحك صح؟ عشان انتوا صوتكم هيبقى قليل فانا مش هسمعه كويس فتعلوا صوتكم. صح؟ ما علتوش صوتكم ليه؟ انا يا جماعه عندي شويه مشاكل كده مع امي غريبه يعني. امي ليه ما بيجي عندنا ضيوف بحس ان في تشريفه، في حد معدي مهم في الصاله، هي بتبدا تحط كورديون وتحطنا في الاوض. وبعدين اول ما بيبداوا يخشوا يقعدوا هي بتخش المطبخ تبدا تنادي عليا من بعيد تقول لي خالد تعالى. فانا ما بقاش فاهم، انا قاعد انا قاعد مع الضيوف تقول لي تعالى. فاروح تقول لي حد شافك وانت جاي؟ لا لا، تقول لي طيب الكيس الاسود ده تنزل تجيب بيبس. ماما انا هنزل اشتريه مش هروح اقضيه من على الناصية عادي ايه. تقول لي ولا وانت جاي لو حد شافك هخلص عليك. انا مش فاهم امي عايزه توصل ليه الضيوف. هي عايزه تقول لهم ايه يعني؟ ان احنا بنعمل البيبسي في البيت يعني. وهي بتحطه كده دوقوا بقى البيبسي بتاعنا، لا تقول لي بيبسي الشارع بقى بيجيب امراض. مش امي بس، انا عندي شويه مشاكل كتير يعني. انا ايام ثانويه عامه، مين هنا في ثانويه؟ اكيد ما فيش حد في ثانويه عامه صح؟ لا انا مش في ثانويه عامه لا. خلصت ثانويه عامه. عندك طاقه كلام غريبه شكلك. لسه جاي دلوقتي؟ طيب ماشي، شفتوا بقى هنبدا ندردش وكده، شفت العدد القليل بيعمل ايه. لما كنت في ثانويه عامه ابويا كان اغرب اب بيتعامل مع ابنه في ثانويه عامه. يعني اي اب ابنه في ثانويه عامه بيقول له يا ابني ذاكر يا ابني ركز، يبدا بقى على طول الكلام ده كتير. ابويا كان غير الناس كلها، انا بحس ان ابويا كان مصطبح في السنه دي. يعني انا ببقى قاعد في الاوضه وما بذاكرش ماسك الموبايل عادي يعني. بيروح جاي هو كده يروح فاتح الباب، ليه ده؟ ما تذاكرش؟ ما تذاكرش. ايه هتسقط؟ ما تسقط عادي فيها ايه. هو كان غريبا كنت بحس ان هو جوز امي مش ابويا. كان عندنا مدرس كده بيجي البيت. آه المدرس ده كان طيب قوي يعني. بيبقى قاعدين كده بناخد الدرس، فابويا مش في دماغه، ابويا قاعد بلباسه الفانلة عادي مش في دماغه. فا ايه قولي عادي. اه عادي عادي، هم مش موجودين. فيعدي كده مثلا في الصاله كده رايح الحمام عادي، فيلاقي ناس قاعده مجموعه كده، يروح رايح على المدرس يقول له خالد عم معاك ايه؟ من باب العلم بالشيء يعني. فمدرس طيب كده وغلبان يرد عليه يقول له والله خالد لو يقول له والله ما يركزش. مدرس يترب كده يقول له هو بس عارف لو يذاكر، يقول له والله ما يذاكرش. فهو بدا يشك معايا ان هو جوز امي. وبعدين لما جاب بقى المراحل بقى اللي بعدها النتيجه. انا جيت اجيب النتيجه، انا جبت 63% الحمد لله. رضا طبعا ايوه. انا مش عارف ايه الرقم ده، بقيتش عارف ازاي ابلغهم. فقلت انا اكلم ابويا بقى ايه، بلاش اشوفه في وشي كده، لازم اكلمه في الموبايل. فرحت رافع الموبايل قلت له يا بابا. قال لي يلا النتيجه طلعت؟ قلت له والله ما طلعتش. قال لي يا طلعت؟ قلت له ايوه يا عم 63. قال لي اقفل. قلت له يا عم ملحق انجليزي. قال لي اقفل. مش اقفل المكالمه، اقفل عليا اردم يلا. امي كانت ست طيبه وغلبانه. هي يا اما غلبانه يا اما كانت مصطبحه مع ابويا. ليه؟ لان امي انا كنت في ادبي وعايزاني اخش هندسه. هي مش معايا، هي مش في الدنيا. فامي قلت ابلغها ازاي بقى. امي كانت قاعده كده على اخر السرير كده وانا جيت من عند باب الاوضه، فقلت لها ماما. قالت لي ايه؟ قلت لها النتيجه طلعت. قالت لي ايوه عملت ايه؟ قلت لها 63. قالت لي 93. قلت لها 63. قالت لي اقفل جنب ابوك، اقفل عليا بقى. اما عدت مرحله النتيجه دي جت مرحله التنسيق. مين هنا عمل تنسيق قبل؟ اكيد كلكم عملتوا التنسيق. التنسيق ده بقى عباره عن 60 رغبه. تمام. كان 73 على ايامك يا ستي. انا كانوا 60 رغبه. فانا كان جنب بيتي، انا من عين شمس، جنب بيتي في معهد سنتين اسمه معهد المطريه، معهد تافه، معهد سنتين. مين اللي عارف معهد المطريه؟ ايه؟ قول قول عادي ما تتكسفش، بص العدد. خلاص سكت خلاص ماشي. معهد المطريه ده كان معهد سنتين، فانا واصحابي ما كنا نعدي من قدامه كنا نقعد نهزر نقول ولا المعهد اللي هتخش اهو يلا ونمشي. فانا ما اعرفش الدنيا فيها ايه. جيت اعمل التنسيق 60 رغبه، فزهقت وانا عمال احطهم تجاره وحقوق وحاجات. فجيت في الرغبه ال 60 لقيت مكتوب معهد المطريه، قعدت في بيضحكني.
قلت والله لا احطه يا عم، يعني هم هيجيبوا الرغبه ال 60 يعني. تقريبا الافيه عجب الوزاره. يعني هو قاعد هناك كده لقى الرغبات جايه، قال لك بص الولد حاطط رغبه 60 فاكرها مش هتيجي يعني، وقت في ثانويه عامه بس. تم قبولك بمعهد المطريه عشان تبقى تهزر في مستقبلك يا بيه. انا الحمد لله يعني خلصت ثانويه عامه دي، دخلت تجاره يعني، عدلت الهبل ده. مين اللي كان بيقول لي انا بشرد لاهلي؟ انت صح؟ طيب هنكمل تشريب بقى. ابويا يا جماعه هو مستورد، وعنده محل كده جمله في شارع محمد علي، اللي عايز سكرينات او شواحن او اي حاجه، ده بجد اللي عايز اي حاجه يعني. انت العدد يسمح ان انا اعمل دعايه يعني. ابويا دايما لما اجي اشتغل بره وانزل عايز اجيب فلوس او اي حاجه، فهو دايما عنده كده مبدا اللي هو يا ابني ليه تشتغل بره، ما تشوف شغل ابوك دي فلوسك. اقول له هو انت ما بتدينيش فلوس؟ يقول لي لا هديك، اللي انت بتاخد كام بره؟ اقول له 2000 جنيه. يقول لي هديك 3 4 اللي انت عايزه، بس تيجي تشوف فلوسك دي. اقول له طيب انزل اشتغل معاه شهر، يعدي الشهر يجي يوم 30، فقاعد انا وهو ايه 30 في الشهر ايه؟ يقول لي ايه؟ اقول له قبض. يقول لي قبض ايه؟ ما فلوسك كلها. اقول له عايز حاجه من فلوسي، اديني اي حاجه. مش بتتعشى؟ عايز ايه تاني؟ وبعدين ما بدات اشتغل معاه بدات اشوف ناس غريبه كده بتخش عليا، يعني كان بيخش لي زباين. يعني دخل لي واحد قبل كده جه من عند الطرقه كده، من اول الطرقه، وراح واقف قال لي، جاب المحل كله كده، بقول لك يا حاج عندك جراب 6610؟ قلت له ايه ده، هو لسه موجود؟ ما تلفه في كيسه سمراء، ايه ده؟ قال لي يعني طب عندك الجراب اللي بتحط هنا؟ قلت له هتعمل بيه ايه ده؟ قال لي ده تيجي تحط فيها الموبايل تقفل يعمل. مش عندك؟ قلت له لا مش عندي. قال لي امال يعني فاتح محل وقاعد عمال يبيع وحاجات ورايح ايه بتعمل ايه يعني، بتنزل نغمات؟ طيب فاكتشفت الناس دي كتير، دول لسه موجودين. الناس دي اللي هي بتوع زمان، اللي هم بينزلوا يقعدوا على النت كله ده بيقعدوا عليه النت. الموبايل بتاعه يفصل يطلع البطاريه تف فيها تشتغل عادي. عاملين ايه ازيكم؟ مين هنا مربى حيوانات اليفه؟ مربيه ايه؟ وانتي انتوا ايه ده، هي نفس القطه ولا ايه ده، في ايه؟ ايه العبط ده؟ ماشي طب خلاص يعني ما ترفعوش ايديكم انتوا 3، خدوا نفر واحد. قطه واحده. في حاجه تانية هنا؟ 3 قطط؟ ايوه طلعوا 3. طيب وسلحفه؟ لا مالناش دعوه بالسلاحف، انا عايز قطه. ايه تاني؟ ايه؟ كلب قد القطه يعني صغير صح؟ في اي حاجه تاني هنا؟ طيب اللي مربي كلب يا جماعه، انت مربي كلب، الكلب ده طيب قوي صح؟ وغلبان كده ومفيش غيره اللي بيحس بيك في الدنيا عامه. انت في عز انت محدش بيسال عليك ومحدش طايقك وموبايلك مقفول، بتلاقي الكلب ده جه تحت رجلك كده، تحت رجلك، يقول لك فتقول له ابعد انت يا كلب، انت حيوان انا انسان مش هتفهم. يقول لك في ايه يا عم، تروح كلب يجي 10، المهم ان احنا مع بعض. طيب وحاسس بيك كده. وفي كلاب بتقعد في البيت، يعني كلبك بقاله قد ايه؟ 2 ده تحسه بقى خاله. ليه؟ يعني مثلا هو راجع بالليل متاخر مثلا، هو اللي يفتح له الباب يقعد شارب سجاير، خش مش هقول لامك، يلا يلا. ولو في مشاكل مع امك ولا حاجه بتقول لها دي بتعيش هتعرف، وتخش اوضتك تلاقي الكلب واقف في نص الصاله يقول لها راو. ايه دي، كل حاجه هتتحل ابننا. يجي عند الباب بتاعك كده ويبدا يخرفش كده، ما عندوش صوابع، يقعد يعمل كده، انت هتقول مين؟ يقول لك راو، افتح كلب. تروح فاتح يخش يقول لك راو، مزعل امك ليه؟ تقول له امشي يا كلب انت حيوان انا انسان، يقول لك راو، قوم صالح امك. فيخرج يقول لا يلا يا ام خالد حضر لنا شويه دراي فود نتعشى يلا. طيب في كلاب بقى بتقعد اكتر من كده. حد عنده كلب قعد اكتر من كده؟ مفيش. بس اللي بيقعد اكتر من كده تحسه بقى ابوك بقى، يعني بيصحى الصبح بالباس وفانيلا واصلع وبنضاره عادي اب، وتصحى على صوت زعيق وبقى عمال يزعق بقى رر رر رر. البلد دي مش هتعتقنا في عنها، لا خد دعم من على الدراي فود. اب. انا بقى في حياتي انتوا اللي عندكم القطط صح؟ انا ما احبش القطه. القطه دي تحسها مش سالكه. يعني جرب كده مثلا حط لها شويه اكل، حط لها اكل تقول لك مياو حبيبي اللي جاب الاكل، تنزل تاكل كده، شيله من قدامها، تلبس عبايه سمراء وتتقصع في نص الصاله وتقول لك مياو. ما انا لو متربيه في بيت رجاله كانوا اكلوني، انما انت يا اخويا ميو ميو.
وتحس انك جايب ضره لامك في البيت. يعني لو نزلت وسبتها ترجع تلاقيها بتقول لامك مياو 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 يا انا يا انت في البيت. ما احبهاش. عكس الكلب في حوار الاكل. يعني الكلب بقول له معلش يا صاحبي اخر اكلك رو 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 في ايه يا عم؟ ايه في؟ طب مد ايدك كل معايا عادي، صاحبك. ضحكت عليكم وسقفت. انا ما بحبش الكلب، انا بحب الحمار بجد والله. يعني اللي بيربي كلب تلاقي عنده يقول لك ايه ده وفي وصاحبي كل الصفات دي في الحمار. يعني انت لو ربيت حمار فيه مميزات اكتر. يعني الحمار اصلا انت تخيل كده جاي معاك الحمار بتاعك اصلا، يعني معاك حمار. وبعدين الحمار دايما اي افكار سلبيه عندك، اي حاجه بتيجي في دماغك هتلاقيه موافق عليها. هتقول له حلو التيشيرت يقول لك اه. تقول له ايه رايك لو خدنا الطريق يقول لك جميل. هو معاك في اي حاجه. حمار مش فاهم حاجه عادي. وبعدين عكس الكلب، انت لو معاك كلب وماشي في الشارع مثلا تلاقي الكلب مفرهدك تعالى هنا رايح فين الحمار لا ماشي جنبك وقور كده وحمار وبعدين انت لو تعبت يقول لك اركب يا صاحبي نروح. حمار عادي تقول له اركب عادي يقول لك اركب امسك دي ضربني عادي. وفي بقى ميزه، دي اهم ميزه في الحمار. انت لو قاعد على القهوه وعندك كلب بتاعك هو ما بيفهمش انت بتهزر مع اصحابك، هو ما بيفهمش الهزار. يعني انتوا بتنكشوا بعض بضرب وكده يقوم وصاحبي وبتاع، لا الحمار فاهم وعاقل. قاعد كده انت تتخانق مع اصحابك تضربوا بعض بهزار تلاقيه قام ده شيطان ودخل بينكم انا بشوف الشياطين انا حمار بشوف الشياطين. ايوه انتوا ضحكتوا عشان افيه ذكي صح؟ انا ما بحبش الحمار معلش. بس انا بحب الديك الرومي. ليه بقى الديك الرومي؟ بجد والله الديك الرومي انا لما كنت اجي العب كوره وانا صغير في الشارع كان عندنا واحد اسمه عم احمد الحلاق. عمري ما حلقت عنده. كان دايما يطلع كده يقول لا انت هو امشي من هنا يلا رش ميه ما حدش يلعب هنا مفيش لعب. عكس الديك الرومي. يعني انا كنت اسافر البلد كده عند ولاد عمي نيجي نلعب اولاد عمي قدام الطيور وكده تلاقي الفراخ تقول امشي على التوابل ده كسروا البيض يلا امشوا. تلاقي الديك الرومي خرج من الاوضه كده يقول لنا لعبوا 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 براحتكم عادي لعبوا. انا بحب الديك الرومي. حد هنا ساكن في منطقه شعبيه؟ في اي منطقه شعبيه؟ خلاص نأجل الإفيه ده بقى استنى. انا ممكن اتكلم الاول على ايه في ايه. انت اصلا انت الماتيريال استنى. انا يا جماعه افشل واحد ممكن يكون ارتبط في الدنيا لان كل اللي ارتبطت بيهم بيسيبوني. ايه مش لوحدي باين عليا؟ ثانيه بس نشوف اللي باين عليا ده. في ايه؟ لما قبل كده ارتبطت احكي لكم عن الفشل ده. يعني هو معظم اللي ارتبطت بيهم بيسيبوني لاسباب غريبه. يعني انا في واحده ايام ثانويه عامه ارتبطت بيها، ده برضو ايام ثانويه عامه، كل حاجه كانت ايام ثانويه عامه. لما ارتبطت بيها قبل ما السنه تبدا قلت لها انا خايف قوي من ثانويه. قالت لي احنا مع بعض انا في ظهرك. قلت لها ماشي خلاص. السنه بدات كده اسبوعين قلت انا خايف قوي من الدروس. قالت لي في ايه احنا مع بعض وانا معاك وهتخش كل اللي انت عاوزها. اختفت اسبوعين كده فاستغربت رحت اكلمها قلت لها هو في؟ قالت لي احنا سيبنا بعض اصلا انت بتعمل ايه؟ فانا مش فاهم. وفي بنات بقى بتبقى خايفه من كل حاجه. جايه عندنا خايفه لو هوشتها هتعمل كده في العلاقه. اقول لها ينفع نخرج؟ تقول لي لا اللي قبليك خرج كده وسابني في الاخر فاحنا نستنى شويه. لا ماشي خلاص. لا طب ينفع بالليل نتكلم بس كده مع بعض؟ فتقول لي لا اللي قبليك اتكلم في التليفون برضه وسابني. لا طيب خلاص. بقول لك انا بحبك. تقول لي لا اللي قبليك قلبك. بقول لك احنا هنسيب بعض عشان انت هتسيبني دلوقتي فانا هسيبك نخلص بقى. في بقى مجموعه بنات كتير قوي بيخشوا حياتي بيجوا ورا بعض كده. دول جايين يريحوا عندي نازلين. انا بحس ان انا فاتح واحه على طريق اسكندريه وقاعد بطوق الترابيزات كده تلاقيهم نازلين من الاتوبيسات بقى وتخش كده. يا كنت في علاقه غريبه. تبدا تبص لي كده وتجيبني من تحت لفوق وانا قاعد بطوق الترابيزات تقول لي ايه ده؟ انت تتحب على فكره. لا انا ده ايه ده؟ انا شغال في الواحه هنا. لا أنا. تقول لي لا انت تتحب. بقول لك ايه انا بحبك. اقول لها ايه ده؟ طب انا كمان. تقول لي لا انا اتوبيسي بقى هيتحرك فانا شويه كده وابقى اكلمك أنا. كتير. اغرب واحده فيهم بقى دي كملت معايا ادتني امل. قعدت معايا سنه ونص. دي بقى كانت بتعمل حاجه حلوه قوي. هي كانت منبهره بيا جدا. يعني دايما كنت اقول لها مثلا عندي حفله ستاند اب تقول لي ايه ده؟ انا جايه انا لازم اجي.
لا ماشي، اقول لها انا عندي مسرحيه، تقول لي ايه ده انا جايه. كانت منبهره بيا قوي. اقول لها انا عندي تصوير فيديو، تقول لي ايه ده انا جايه. اختفت شهرين كده، فروحت اكلمها كده، قلت لها في إيه؟ قالت لي انا خطوبت الاسبوع الجاي. قلت لها ايه ده انا جايه، انا جايه الخطوبه دي. فمش فاهم ليه بيسيبوني. مين بقى هنا من منطقه شعبيه؟ ماشي قولوا لي منين عادي، ما ايه منين. ماشي حلوه السيده زينب. ايه مهندسين منطقه شعبيه؟ انتوا بتهزروا يا جماعه. انا من عين شمس. عين شمس منطقه شعبيه، بس بالنسبه للمناطق اللي حواليها منطقه راقيه جدا. ليه بقى؟ لان انا جنبي في حته اسمها المرج. المرج عاديه، انا ما عنديش مشكله والله عادي، بس هي المشكله مش في المرج. يعني او ثانيه، من الخصوص. انت قلتي الخصوص صح؟ في حد قال الخصوص؟ بسوس، في بسوس وفي الخصوص. بص الاسامي اصلا ايه ده. المهم المرج دي اصلا ما بتيجي تروحها، بتيجي تركب الميكروباص تقول له مرج، يقول لك قبل الكمين ولا بعد الكمين، كل اللي راكب مسجل. مشكله مش في المرج، في اسامي المناطق اللي بعد المرج. يعني انت بتلاقي المرج، بص اللي بعدها القلج، بص الاسم. انا دخلت خناقه حد، قلت له انت منين يا شبح، هيقول لي من القلج، هرجع ورا خطوتين كده. في ايه؟ مشكله في اللي بعد كده، المرج، القلج، البركه، الجبل الاصفر. مسيخ الدجال قاعد ورا الجبل الاصفر ده، يا جوجو مأجوج هيجوا من هناك. انا بقى كفاشل في الارتباط، انا شايف في كابلز كده في المناطق الشعبيه، ده الناجح، هو ده اللي ناجح. مش مشكله بقى هو صح غلط، بس هم ناجحين. دول دايما بيبقوا اتنين، واحد اسمه رضا وهي اسمها سماح. كلهم زي مستنسخين كلهم. دايما رضا تلاقيه رفيع وبكرش وعنده شعريه صدر خارجه كده عامله كده، فاهم؟ انا شعريه صدر يا جماعه. تلاقيهم دايما مع بعض في الشارع، في اي حته في الدنيا بيمارسوا حياتهم بكل تلقائيه عادي. يعني رضا ده بيبقى ماشي مع سماح في الشارع كده وشايل ابنه، تلاقيهم ماشيين كده. مره واحده عفريت بينزل عليك يقول لك ايه ده في ايه، انت ماشيه كده، امسك الولا في ايه، اعدلي نفسك كده. فهي عبيطه ومن كسر تقول له يا رضا في إيه؟ لا انت بترد عليا في قلب الشارع، طب امشي طيب، يلا يلا على البيت. فيروحوا يقول لا في ايه، قومي حضري لنا طفح ناكل يلا. تقول يا رضا ما انا واقفه في لا انت بترد عليا في البيت، طب امشي طيب يلا. الناس لو اتدخلت بينهم يقول له يا ابني عيب اللي انت بتعمله ده ليه كده، فهي ترد عليه تقول له ايه ده لا مالكش دعوه برضا. لا انت بترد على الناس، طب امشي طيب يلا. برضو من مشاكل المناطق الشعبيه، دايما الناس كلها نفسها يحصل افلام زي بتاعت امريكا دي، افلام هيروز، او يعني الافلام اللي بيعملوها دي ما ينفعش. يعني فيلم مثلا اللي هو مصاصين الدماء دول، الفامباير دول، ده لو نزل المرج هيعمل ايه؟ مش هيلاقي حاجه يعملها اصلا. يعني انا تخيلته مثلا نزل المرج ولابس بقى اسود كده ومتقنع وبتاع واسنانه طالعه من هنا كده، ونازل بالليل هيخوف الناس، فهو ماشي على الرصيف كده، في واحد على الناحيه التانيه مسقط وماشي كده. يا بقى اللي انت عامله في نفسك ده، هيكتئب، هيروح بلده يكتئب. تلاقي رضا وسماح معدي، لا يا بنت الفامباير جاي يمشي طيب يلا على البيت.